ليه تماثيل اخناتون دايما تحس ان شكلها غريب؟ جسم غير متناسق ووش نحيف وصغير، وكان مش من الطبيعي ان ملك مصري يتصور بالشكل ده. الموضوع ده كان ليه اكتر من رأي، في اللي قال ان ده كان تطور جديد في الفن المصري القديم، وانهم كانوا بيرسموا الملك في شكله الطبيعي وبيظهروا كل انحناءات جسمه حتى لو بكرش من غير اي تجميل للجسم، الملك بيظهر بنفس الصورة بتاعته الطبيعية. ولكن حتى لو ده نوع فن، شكل التمثال مش طبيعي برضه، تحس ان في تشوهات او واخد ملامح انثوية. في بعض الاراء قالت ان الملك فعلا كان عنده تشوه في جسمه وان جسمه كان فيه الملامح الانثويه دي، ولكن في راي كبير قال ان اخناتون عشان كان مكروه ومغضوب عليه من الكهنه، كان الفنانين بيقصدوا يعملوا التماثيل بتاعته بشكل مش حلو. واخناتون كان غير محبوب عند كهنه طيبه لانه قرر الغاء عباده امون، كل الالهه اللي كانت موجوده اللي كانت بتاكل الكهنه عيش حرفيا، وراح بنى عاصمه جديده في اخت اتون اللي هي تل العمارنه حاليا، وعاش مع الحاشيه بتاعته منعزل عن المصريين لعباده الاله الجديد اللي كان موجود بالنسبه للمصريين وهو الاله اتون.